حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وفي احسن حال يا رب. الملفي، عشاق الملفي طبعا من الحلويات الجميله جدا اللي بنحبها. هنعملها النهارده. هنشتري التورته بتاعتها جاهزه، او هنشتري الطبقات بتاعتها جاهزه، وهنعملها مع بعض بطريقه رائعه، مش مكلفه، طريقه بسيطه هتطلع النتيجه الروعه ديت اللي قدامكم. تورته محترمه من الملفي، وهتعمل معايا كتير. ندخل مع بعض نشوف عملناها ازاي. دي تورتة الملفي مربعة شارياها جاهزة، في منها مدور. دول 3 طبقات. دوت الباستري كريم اللي احنا عملناه مع بعض. دي مربى لارنج عاملاها في البيت، اما يطلع برضو موسم اللارنج ان شاء الله اعملها معاكم وتشوفوها. دي بقى معلقتين كريمة على مية، على معلقتين من المربى دي، وسخنتهم جامد علشان الناس اللي بتقول ليه احنا ما بنعمل تورتة الملفي الجاهزة بتبقى ناشفة، ليه ما بتطراش على طول، ليه بتبقى جامده. الميه السخنه دي الميكس اللي احنا عملناه دوت، عاوزه تعملي شربات خفيف براحتك، بس الميكس دوت كده بيناسب معايا كمان ان طعم الملفيه نفسها. دي الكريمه اللي احنا بنعملها كذا مره، كريمه خام بدون سكر على سكر على ميه متلجه. لو في قطع تلج يكون افضل، اهي ما بتنزلش خالص، جامده ومتماسكه، وتنيها لاخر الوقت معايا محتفظه بشكلها. هنشوف مع بعض نعملهم ازاي. هحط الباستري كريم على الكريم الشانتيه، بيديله طعم احسن. بدل ما اعمله طبقات، لا اهو انا هضربهم مع بعض، هخلطهم علشان ازوق بيهم، بيديله طعم احسن. بالفرشه، وهبدا بالميكس دوت وهو سخن كده، واعمل يعني ابل بيه كده، او ان انا احطه كده بسيط كده على الطبقات. كل طبقه هحط منها الميكس ده. يا ريت وهو سخن، يا ريت وهو سخن. هو سخن طبعا هيتشربوا اكتر، وهيديني النتيجة احسن. ريحة مربى اللارنج دي تحفة، تحفة. ان شاء الله في الموسم بتاعه نجيب ونعملها مع بعض. دي عندي من السنة اللي فاتت، بعمل الكمية واحط في الفريزر واطلع على قد استخدامي. انا سقيتها بقى وسبتها تستريح شوية. هشتغل طبعا على الكيس اللي كان فيه الملفيه عادي عشان ما بهدلش الدنيا، وهجيب المربى، هدي طبقة خفيفة من المربى، تطعيم انها تديها طعم كويس. احنا خدنا على قد الملفيه يبقى فيه مربى. ادي الكريمة حطها في الكيس دوت، وهبدأ احط. هحط الطبقة التانية بقى. انا ما جبتش الحواف في الاخر عشان لما احط الطبقة التانية دي وتنضغط ما توقعش الكريمة بره. ادي الطبقة التانية اهيت، سباتشولا بقى مطرحها كريمة، ما هي كده كده نحط لها كريمة، مش مشكلة. دي بتبقى جميلة انها توزع المربى كويس. لقيت قطعة قاسية من القطع اللي بحطها عشان ما تضايقش حد نشيلها.
اخر طبقة دي بقى اما اجي احطها هحطها عكس عشان تكون مستوية من فوق اهي، عشان تكون مستوية من هنا لأي حاجة هحطها. تمام. انا لو عملته كده وحطيت عليه بقى صوص الكراميل من فوق مفيش مشكلة، بس انا برضو هغلفه من الجنب كده عشان تدي شكل التورته. هبدأ احط بالراحة الكريمة كده، مش هكتر بقى اهي، طبقة خفيفة كده في الجنب، هلفها بقى داير ما يدور. خلاص كده حطيت لها اهوت الكريمة من كل ناحية، ودوت صوص الكراميل اللي عملناه مع بعض. هحط لكم برضو في صندوق الوصف عشان تفتكروه. هنحط بقى نصب عليها من فوق، معلش بقى انا هحطهم مرة واحدة واوزع براحتي، مش هفضل احط ايه حتة في حتة. طعم تاني خالص. طعم بقى تاني خالص. وهخلي بقى طبعا ينزل من الجناب كده بسيط، انا مش عاوزه برضو اكتر منه علشان ما يبقاش كتير سكر بقى. الحاجه المعموله في البيت ديت نحاول قدر الامكان نظبط السكر فيها. دي شوكولاته بيضه انا سيحتها، حطيت عليها سنه كراميل علشان بس اللون ان هو يمشي مع اللون اللي هنا دوت. هعمل بيها خطوط كده بالطول. هجيب بقى خله او عصايه شيش طاووق او اي حاجه او سكينه رفيعه، وافضل اروح واجي عشوائي. ادي هي النهايه بتاع الملفيه بالشكل الجميل دوت، والطعم رائع رائع، وطبعا ارخص من اللي احنا بنجيبه بكتير. هي تستنى في التلاجة علشان برضو تطرى اكتر، وابدأ اقطعها. بعد ما سيبناها بقى في التلاجة ساعتين 3 زي ما تسيبوها هنقطعها. بسم الله. سهلة خالص في التقطيع اهي، السكينة بتدخل بمنتهى السهولة اهي، متبقاش ناشفة قوي زي ما احنا طبعا القطعة ما شاء الله كبيرة غير اللي احنا بنشتريها من بره خالص. هشيلها هي بقى قطعتها بالشكل نفشة وجميلة. انا عايزاكم تشوفوها من جوه عاملة ازاي. الشكل من جوه عامل ازاي، ما شاء الله جميلة، طعم رائع، وطبعا موفرة جدا جدا. يعني شوفوا دي حتى القطعة اللي اتقطعت بالنسبة للتورتاية نفسها قد ايه. ارجو ان انتوا تجربوها عشان ان شاء الله هتعجبكم. دمتم بخير.